يا جماعة الخير، مين فينا ما يحب شوربة العدس؟ اليوم جايبت لكم وصفة تركية أصيلة، شوربة العدس الأحور، مرجمك تشورباسي، اللي تدفي القلب والروح. بسيطة، سريعة، ومكوناتها متوفرة بكل بيت. يلا نبدأ. بقدر على النار بنحط زيت زيتون وبندبل البصل ليصير شفاف. بعدين بنضيف الثوم والجزر والبطاطس لو حابين، وبنقلبهم شوي. هنا السر، بنضيف معجون الطماطم، البابريكا والكمون، وبنقلبهم دقيقة عشان تطلع كل النكهات. بعدين العدس المغسول وبنقلب. بنضيف مرقة الخضار أو المي السخنة، وبنملح وبنفلفل. بنخليها تغلي، بعدين بنوطي النار ونغطيها لمدة 20-25 دقيقة لحد ما العدس يستوي. هلأ بنستخدم الهاند بلندر عشان تصير الشوربة ناعمة وكريمية. لو حسيتوها سميكة ضيفوا شوية مي سخنة. وأخيراً اللمسة السحرية، بقدر صغير بنذوب زبدة وبنضيف نعناع مجفف وشوية بابريكا حارة. بنسقي الشوربة بهالصوص اللذيذ عند التقديم مع عصرة ليمون. يا سلام، صحة وعافية، ولا تنسوا اللايك والاشتراك.